السلام عليكم غاليات. الاقتراحات اليوم ان شاء الله بديل الرايب او تحليه صحيه 100% وغير بجوج المكونات فقط، لا سكر لا نشا لا كريمه ولا فلو. كناخدو 250 غرام من الشريحه، من بعد ما غسلناها مزيان على الاقل واحد جوج مرات، نقطعوها قطع اللي صغيره ونضيفو لها نصف لتر من الحليب. من بعد ما غليناه كما كتلاحظوا معايا حتى كيغلى مزيان تماما، عاد كنضيفوه للشريحه ديالنا. كنغطيو الشريحه ونخليوها على الاقل واحد 20 دقيقه حتى يعني كترطب مزيان ديك الشريحه. عاد كندوزو نضيفو نصف لتر الحليب اللي باقي وهو بارد. يعني المكونات اخواتي الغاليات جوج المكونات فقط، لتر ديال الحليب مع 250 غرام الشريحه. الحليب كنقسموه على النص، نص لتر كنخليوه بارد والنصف الثاني كنغليوه مزيان حتى كيغلى. من بعد اخواتي الغاليات ما دازت 20 دقيقه كناخذ ديك المكونات وكنضيف لها نصف لتر الحليب اللي بارد. كنطحن المكونات مزيان مزيان كما كتلاحظوا معايا، كنطحنو مزيان، كنطحنو ونعاودو حتى كيعقد الخليط. ومن بعد كناخذوا كؤوس اللي كيكونوا فاضيين وكنصبوا الخليط ديالنا. كما كتلاحظوا معايا الخليط راه ثقيل ما شاء الله، ما كياخذش وقت باش يبرد وباش يزيد يتقل. كتحصلوا على الشكل ديال رايب ولكن صحي 100%. كتجي واحد التحليه ولا اروع بالنسبه للتزيين اخواتي الغاليات. كزينوا بلي متوفر عندكم. انا عملت قطع ديال الشريحه ولاحظوا معايا القوام كيفاش كيجي، راه ما خداش وقت طويل باش يبرد. حطيته غير قدامي في سطح العمل ولاحظوا معايا يعني المعلقه كنقلبها ما كينزلش، يعني رايب رايب ولكن على شكل تحليه صحيه 100%. كنتمنى الاقتراح اليومي ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش معكم داك البصيمه. خليتكم في امان الله والى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.